السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلاب الصف الرابع. معايا النهاردة درس جديد وهو الدرس الثالث. احنا حلينا قبل كده تمارين على الدرس الأول وعلى التاني، وطبعا شرحناهم. ارجعوا للقناة لو في أي حاجة ناقصة ممكن ترجعوا للفيديوهات القديمة. والنهاردة هنبتدي في الدرس الثالث وهو بعنوان الطاقة والأجهزة اللي بنستخدمها في حياتنا. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني هعرف ايه هي الطاقة اللي في الأجهزة اللي احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية، زي المروحة، التلفزيون، الكشاف، المصباح. كل الحاجات ديت حاجات احنا بنستخدمها في حياتنا اليومية، وكمان داخل ليها طاقة وخارج منها طاقة. زي ما قلنا قبل كده في الدرس التاني كنا عرفنا ايه هي الطاقة اللي بتدخل جوه الأجهزة، وايه هي المخرجات بتاعتها، يعني الطاقة اللي داخلة والطاقة اللي خارجة في صورة ايه. وكمان الطاقات المفقودة برضو اخدناها الدرس اللي فات. ارجعوا للفيديو وعشان تبقوا متابعين معايا الفيديو ده. عندنا اول حاجة قال ان الطاقة اللي داخلة جوه المصباح المروحة الكهربية، قلنا طبعا ديت هيبقى فيها تحولات للطاقة. يعني الطاقة هتتحول من صورة لأخرى، هتتحول هنا من صورة كهربية لصورة حركية. يعني اللي هيدخل جوه المروحة ده علشان اشغل جهاز زي المروحة مش لازم يبقى عندي سلك اوصله بالكهرباء، طبعا لازم يبقى هستخدم الطاقة الكهربية، يعني هستخدم كهرباء. طيب دي الطاقة اللي دخلت جوه المروحة. طب الطاقة اللي خرجت منها ايه؟ يعني خرجت لي في صورة ايه؟ الطاقة الكهربية دي اتحولت جوه المروحة وخرجت في صورة ايه؟ خرجت في صورة طاقة حركة. يعني المروحة اشتغلت وجابت لي هواء، وقعدت الريش اللي جواها ديت قعدت تلف، فبالتالي انتجت طاقة حركة. طيب ايه هي الطاقة اللي بقت مفقودة عندي هنا؟ طبعا في كل طاقة بتتحول لطاقة اخرى بيبقى في عندي في النص طاقة مفقودة. يعني ايه طاقة مفقودة؟ يعني طاقة انا ما استخدمتهاش ومش من ضمن الطاقات اللي انا كنت محتاجها، بس هي نتجت من الطاقات اللي ناتجة، وبالتالي مش هيبقى لها احتياج عندي، فبنسميها طاقة مفقودة. يعني مش محتاجينها. طيب الطاقة اللي كانت مفقودة هنا بقى ايه؟ هي طاقة حرارية وطاقة صوتية. المروحة بتعمل صوت، فبالتالي ده فيه صوت، يعني صوت الموتور اللي هو شغال بيطلع لي صوت. اذا الصوت دوت طاقة مفقودة، انا مش محتاج صوت من المروحة، انا محتاج حركة بس. طيب الطاقة الحرارية اللي هي زي ايه؟ لو انا طفيت المروحة بعد شوية من تشغيلها وجيت امسك الجزء اللي ورا ده من المروحة، شايفينه معايا؟ الجزء اللي ورا ده لو حبيت ان انا اجي امسكه بعد ما طفيت المروحة بشوية، هلاقي ان الجزء ده كده تحديدا سخن، هلاقيه درجة حرارته مرتفعة شوية. طيب ليه؟ لان هو دوت اساس المروحة، او ده المولد اللي بيغير لي الطاقة من كهربية لطاقة حركية، فبالتالي هينتج منه كمان هو طاقة حرارية. طاقة حرارية يعني هلاقيه سخن، فدي بالنسبة لي طاقة مفقودة انا مش محتاجها. يبقى هيبقى عندي الطاقة اللي داخلة للمروحة طاقة كهربية هتنتج منها طاقة حركة. طيب الطاقة المفقودة هتبقى ايه؟ طاقة حرارية وطاقة صوتية. طيب وظيفة الجهاز ده ايه؟ اقدر اعرف وظيفة الجهاز ايه؟ طبعا احنا عارفين المروحة يبقى تهوية المكان. عندي كمان هنا برضو من أمثلة تحولات الطاقة في بعض الأجهزة برضو اللي بنستخدمها في حياتنا اليومية، المصباح اللي بيبقى على المكتب أو على المكاتب بتاعة المذاكرة والحاجات دي كلها، دوت زي أباجورة كده بس هو اسمه مصباح طاولة. طيب المصباح دوت وظيفته ايه؟ وظيفته ان هو بيعمل لي إضاءة. طيب الطاقة اللي كانت مستخدمة فيه ايه؟ برضو هو بيعمل عن طريق الكهرباء، بيبقى ليه سلك متوصل بالكهرباء. طيب هينتج عندي طاقة ايه من خلاله؟ هينتج طاقة ضوئية، هو مصباح كهربي اذا هينتج طاقة ضوئية. طب فين الطاقة المفقودة؟ الطاقة المفقودة هتبقى برضو طاقة حرارية، يعني هو مش هيطلع لي صوت لكن هيطلع لي طاقة حرارية. تاني حاجة معايا المصباح اليدوي اللي هو بالبطارية، زي ما بنقوله كده الكشاف اليدوي اللي بنمسكه في ايدينا. طيب الكشاف ده وظيفته ايه؟ برضو نفس الوظيفة هتبقى وظيفته الإضاءة. طيب الطاقة المستخدمة فيه ايه؟ ايه الطاقة اللي بتدخله وبتخرج منه طاقة ايه؟ بتدخله طاقة كيميائية عن طريق البطارية. احنا قلنا البطارية دي بتبقى متخزنة فيها طاقة كيميائية بتخرج للأجهزة عن طريق طاقة كهربية، يعني لما بستخدمها بتطلع لي كأن كهرباء في الجهاز. طيب الطاقة الناتجة عندي ايه؟
طبعا طاقة ضوئية. طيب المفقودة او اللي انا مش هبقى محتاجها، الطاقة اللي هتصدر عندي وهتبقى مفقودة هي برضو طاقة حرارية. يبقى انا استنتج من هنا اي حاجة فيها حركة او فيها اضاءة هتخرج من عندي برضو معاها طاقة مفقودة وهي حرارية. طيب نيجي لساعة اليد. ساعة اليد عندي هي وظيفتها معرفة الوقت. طب ساعة اليد دي هي بتشتغل كده من غير بطارية ولا من غير كهرباء ولا بتشتغل ازاي؟ طبعا ساعة اليد زي ما احنا عارفين ليها بطارية بس صغيرة شوية في الحجم، وطبعا قلنا قبل كده ان البطارية بتستخدم الطاقة الكيميائية اللي بتبقى مختزنة جواها. طيب هستفيد من الساعة ايه، او الطاقة اللي هتنتج عندي من خلال الساعة هي طاقة ايه؟ طاقة حركة من خلال حركة عقارب الساعة اللي جوه، يعني العقارب بتاعت الساعة بتتحرك فديت عندي نتجت طاقة حركة. طيب ايه هي الطاقة المفقودة؟ عندي طاقة حرارية هتبقى برضو مفقودة. طيب بالنسبة لسيارة اللعبة هنا ديت طبعا وظيفتها لعب، يعني مش محتاجة. طيب السيارة دي بتعمل بالزنبرك. الزنبرك اللي هو بيبقى حاجة كده صغيرة زي ما احنا شايفينه هنا كده، وبفضل ألفها علشان السيارة ديت تتحرك. طيب اذا ان انا اللي هينتج عندي من خلال الطاقة ديت هتنتج عندي طاقة حركة. يبقى انا لما هلف الزنبرك دوت زي ما احنا شايفينه كده هيتلف، فالعربية اللعبة دي هتتحرك، يبقى عندي هتنتج طاقة حركة. طب الطاقة اللي كانت مستخدمة هنا ايه هي الطاقة اللي دخلت هنا عشان العربية تستخدمها وتتحرك؟ هي طاقة اسمها طاقة وضع. اسمها ايه؟ اسمها طاقة وضع. طاقة الوضع اللي هي بتبقى في الألعاب اللي فيها زنبرك دي بتبقى طاقة وضع. طيب الطاقة المفقودة عندي هتكون ايه؟ الطاقة اللي انا هستهلكها او اللي انا هبقى محتاجها هي طاقة حركة لان العربية هتتحرك. طب الطاقة اللي انا هبقى افتقدتها او اللي انا هبقى مش محتاجها اللي مفقودة بالنسبة لي هتبقى طاقة حرارية طبعا، وطاقة صوتية. طاقة صوتية من خلال مشي العربية هتعمل صوت وهي بتمشي، وكمان طاقة حرارية مع الاحتكاك او مع الحركة هتنتج معايا طاقة حرارية. يبقى برضو هستنتج ان طاقة الحركة بتيجي معاها طاقة ايه؟ حرارية، بتبقى بالنسبة لها طاقة مفقودة او ممكن اكون طاقة انا محتاجها على حسب ايه هي الطاقة اللي هتبقى مستخدمة والطاقة الناتجة. يبقى افهم من كده ان طاقة الحركة بتتولد معاها طاقة حرارية، سواء بقى حرارية انا محتاجها او هستهلكها او طاقة هتبقى بالنسبة لي مفقودة. طيب نيجي للجرس. هنا الجرس اليدوي زي ما احنا شايفينه، جرس يدوي زي اللي بيبقى في المدرسة كده. دوت وظيفته ايه؟ وظيفته التنبيه، يعني بينبهني للوقت، بينبهني للميعاد اللي انا هخلص عنده، الميعاد اللي انا هبدأ فيه، وهكذا. زي طابور الصباح كده لما بنبتدي نعمل جرس المدرسة عشان الطابور يبتدي، فبالتالي هو معمول للتنبيه. طيب الطاقة المستخدمة فيه ايه؟ هي طاقة الحركة لان انا اللي بحركه بايدي. طيب ايه هي الطاقة اللي انا هبقى محتاجها اللي هي هتنتج من خلاله؟ واللي هتبقى مفقودة ايه؟ اللي هتنتج من خلاله هي طاقة صوتية، واللي هتبقى برضو مفقودة هتبقى طاقة حرارية، لان انا لو مسكت الجرس ده بعد ما عملت فيه كام حركة كده همسك الجرس هلاقيه سخن، فبالتالي هو مع الاحتكاك ولد طاقة حرارية. يبقى الطاقة اللي هتنتج عندي من الجرس هي طاقة حركة، اللي انا هبقى طاقة الحركة دي اللي انا هستخدمها او اللي انا المفروض هكون مدخلها للجهاز اللي عندي. طيب اللي هتنتج منه هتنتج طاقة صوتية وهتنتج طاقة حرارية هتبقى مفقودة، لان انا اللي محتاجه من الجرس هو الصوت مش الحرارة. نيجي هنا بقى للجزئية ديت. نشاط رقم 7 بيتكلم عن بقاء الطاقة. يعني ايه بقاء الطاقة؟ يعني ان الطاقة لا تفنى ولكن بتستحدث ولا تستحدث من العدم. يعني ايه؟ يعني ان الطاقة مش بتنتهي او مش بتخلص، لكن ان هي بتتحول من صورة لاخرى، يعني شكلها هو اللي بيتغير لكن هي مش بتخلص ومش بتنتهي. طيب هنا لما نبص للدراجة، قيادة الدراجة وبقاء الطاقة، يعني ايه؟ يعني لما انا ببقى سايق الدراجة والطاقة عندي بتتحول لايه؟ بتتحول لطاقة حركة، وطبعا بتتحول لطاقة حرارات. قيادة الدراجة عندنا هنا انا لما ببقى سايق الدراجة اللي هي العجلة، فبالتالي انا بتحرك علشان اقدر احرك البدال بتاع العجلة والعجلة تقدر تمشي، بيتولد عندي طاقة ايه؟ طاقة حركة. طيب بالنسبة للكاوتش بتاع الدراجة او العجل بتاع الدراجة، ايه اللي بيحصله لما بيحتك
بالارض بيحصل له ان هو بيتولد اثناءهم طاقة حرارية، ودي طبعا بتبقى برضو مفقودة. طيب جت منين طاقة الحركة؟ ايه الطاقة اللي دخلت وطلعت عندي طاقة حركة؟ طبعا الطاقة الكيميائية. الطاقة الكيميائية اللي انا استمدتها من الغذاء هي اللي ولدت عندي طاقة الحركة، وبالتالي قدرت ان انا اعمل حركة. ومن خلال الحركة دي حصل ايه؟ ان الاطار مع احتكاكه بالارض ولد طاقة مفقودة اللي هي طاقة حرارية. طب لما نيجي نبص هنا للمصباح، المصباح عندي وبقاء الطاقة. طبعا لما انا بضيء المصباح ايه اللي بيحصل؟ بتتحول الطاقة الكهربية اللي انا استمدتها من الكهرباء اللي دخلت جوه الجهاز، خرجت عن طريق ايه؟ طاقة ضوئية. طب ايه الطاقة اللي اتفقدت عندي؟ طاقة الحرارة او طاقة حرارية. طيب لما انت تحط ايدك جنب المصباح ايه اللي هيحصل؟ هتحس ان في سخونة او في دفيان او في حرارة طالعة من المصباح، هي دي الطاقة الحرارية اللي احنا بنقول عليها ان هي طاقة مفقودة. طيب يعني ايه الطاقة لا تفنى؟ يعني الطاقة ما بتختفيش. الطاقة الكيميائية بتبقى داخلة جوه الجهاز بتتحول لطاقة حركة، او بتبقى داخلة جوه جسم الانسان من خلال الغذاء وبتتحول لطاقة حركة يقدر الانسان يتحرك. طيب هنا طبعا الطاقة الكهربية مش هتختفي، اللي دخلت جوه المصباح هي مش هتختفي، لكنها دخلت وهتتحول لصورة اخرى، يعني مش هتفنى، هي مش هتخلص، هي اتحولت لطاقة ضوئية. طيب يعني ايه الطاقة لا تستحدث من العدم؟ بالنسبة للدراجة لما اقول الطاقة لا تستحدث من العدم، يعني هي ما جاتش من فراغ. الطاقة دي ما نتجتش من حاجة مش موجودة، بالعكس هي الطاقة دي جت من طاقة كيميائية. طب الطاقة الكيميائية دي جت منين؟ جت من الغذاء اللي انا تناولته. يبقى الطاقة جت من حاجة هي مش موجودة كده من لا شيء. طيب الطاقة هنا لا تستحدث من العدم عند المصباح ازاي؟ هي ما لا تستحدث من العدم لان هي جت من طاقة خارجة من الكهرباء، يعني جت من طاقة كهربية هي اللي حولتها لطاقة ضوئية. طيب ازاي ان الطاقة بتتساوى سواء داخلة او خارجة هنا او هنا؟ هنقوله هنا لما الطاقة الكيميائية دخلت الجهاز تساوت مجموع الطاقات الخارجة مع طاقة الحركة والطاقة المفقودة. يعني الطاقة اللي دخلت هي نفس الكمية اللي خرجت في صورة طاقتين، طاقة حركة وطاقة حرارية، خرجت بس في شكلين. يعني هنا تساوت الطاقة دي بالطاقة اللي نتجت، يعني الطاقة اللي بتدخل الجهاز هي نفس كم الطاقة اللي خرج منه. وهنا في المصباح برضو نفس النظام، يعني تساوت الطاقة اللي دخلت للجهاز والطاقة اللي خرجت منه. وبكده يبقى زي ما قلنا ايه هو بقاء الطاقة. هو قانون بقاء الطاقة بيقول ايه؟ الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم. وازاي شفنا ان هي لا تفنى؟ يعني مش بتنتهي، هي بتدخل الجهاز وبتطلع في شكل تاني. ولا تستحدث من العدم يعني هي مش بتيجي من لا شيء، هي بتيجي من طاقة تانية بتتحول جوه الجهاز لأي طاقة على حسب الجهاز اللي عندي. ولكن يمكن ان تتحول طبعا من صورة لأخرى. وبكده درسنا النهاردة يكون خلص. الدرس شيق جدا وخفيف ومفهوش اي حاجة صعبة. وان شاء الله المرة الجاية نحل التدريبات بتاعة الدرسين التاني والتالت. وما تنسوش تعملوا شير ولايك واشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.